مساء الخير يا حبايب قلب ام لولي. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي، ويا رب انا كمان اكون وحشتكم ويكون وحشكم الروتين معايا. طبعا بقى زي ما عودتكم هننزل جزء صغير على التيك توك، والباقي لو حابين تكملوه على القناة بتاعه اليوتيوب، اللينك بتاعها في البايو بتاع التيك توك. وطبعا مش عايزين ننسى ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، لان ده احلى كومنت بيبسطني فعلا لما بلاقيكم بتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات. وطبعا حابة اشكركم كلكم على كلامكم الحلو، يا احلى متابعين في الدنيا كلها. كلامكم جميل وكلامكم بيبسطني جدا وكلامكم فعلا بيحمسني. وكلكم على راسي، وحابة طبعا تقولوا لي كلكم بتتابعوني منين. يعني ببسط قوي لما بحس ان في ناس كتير بتتابعني، فكل ما تقولوا لي بقى بتتابعوني منين ده بيبسطني اكتر واكتر. وطبعا مش عايزين ننسى دعوتنا الحلوة لاخواتنا في فلسطين وفي سوريا. هنا طبعا الروتين بتاع النهاردة روتين بسيط، يعني ما فيهوش حاجة متعبة. هي الأوضة كانت مكركبة شوية، مسكتها روقتها زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو كانت عاملة ازاي، كانت مكركبة شوية. طبعا شلنا اللحاف وشلنا البطانية اللي كانت موجودة طبقناها، وكان فيه هدوم برضو شلناها. طبقناهم وشلناهم، وكان فيه هدوم شلناها برضو. هنا بقى هنشيل الفرش بتاع السرير خالص عشان نظبطه من اول وجديد. وحبكوا بقى ما تنسوش تعملوا الشير والسبسكرايب، لان كل ما تعملوا شير اكتر كل ما الفيديو بيكبر والمشاهدات بتاعته بتكبر اكتر واكتر. انا حابة ان الفيديوهات بتاعتي تعلى بيكو، لان انا بتشرف بيكو كلكو، بجد والله بتشرف بيكو جدا وكلكو على راسي. هنا طبعا بقى كنت بظبط الملاية بتاعت السرير. وشوفوا بقى لو الروتين بتاع النهاردة عجبكم، حابة ان انتوا تعرفوني وتقولولي. بس وانا عارفة طبعا ان روتين النهاردة خفيف، مش روتين عميق، بس انا حبيت اشارككم يومي واشارككم انا بعمل ايه. طبعا كان اخر فيديو منزله لكم وكنت بعمل فيه الفطار وانا واقفة، وكنت بكلمكم في نفس الفيديو، بس مش عارفة بقى انتوا شكل الفيديو ما عجبكوش، لان انا حسيت ان ما جاتش عليه مشاهدة كتير، مع انه والله كنت بتكلم في موضوع مهم جدا في قلب الفيديو ده. فحابة بقى ان كل حبايبي وكل اللي بيتابعوني يخشوا يتفرجوا على الفيديو اللي قبل ده، لان كنت بتكلم فيه في موضوع مهم جدا. فلو انتوا بقى بتحبوا ام لولي وبتحبوا تتفرجوا عليها، خشوا على الفيديو الاخير اللي قبل ده، عشان انا مستنية رأيكم كلكم فيه، ومستنية رأيكم في الكلام اللي انا بقوله. لان انا طبعا لما نزلته كنت مستنية رأيكم كلكم، بس ما جاش عليه مشاهدة خالص، يعني حاجة بسيطة، فكنت بقى مستنية رأيكم. طبعا هنا بقى ظبطنا السرير، بنظبط بس المخدة بتاعته، وبعد كده هنظبط اللحاف. هي الأوضة ما كانتش مكركبة خالص، يعني مش الكركبة اللي هي يعني، بس ده يعني روتين يوم وحبيت ان انا اشارككم معايا. هنا طبعا بقى بنظبط اللحاف بتاع السرير وبس. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، لان انا كنت الفيديو الاخير كنت قايله لكم فيه ان انا والله ما كنتش حابه ان انا انزل فيديوهات تاني، بس يعني ده اكل عيش والواحد لازم يشوف اكل عيشه، حتى لو متضايق من حاجه او في حاجه مزعلاه لازم يقوم ويشوف اكل عيشه كده. يعني انا يعني ما بحبش ان انا ازهقكم مني كتير بالكلام، بس انا عارفة برضو ان انتوا بتحبوا تتفرجوا عليا وبتحبوا ان انا اشارك كل يوم بتاعي واشارككم روتين حتى لو كان بسيط. فانا على قد ما بقدر والله بحب ان انا اعمل كده، ان انا لما بلاقي حاجة قدامي حابة ان هي تتعمل حتى لو كانت بسيطة بحب ان انا اعملها عشان اوريها لكم. هنا طبعا زي ما انتوا شايفين الكومودينو كان مكركب شوية عليه ازايز وكده، طبعا شلتها، وهنشيل الحاجات دي كلها ونمسح الكومودينو.
بيبقى عليه برضو شوية تراب، مش عارفة ايه الكلام ده، عشان برضو الحاجة ايه تكون نضيفة ما يبقاش عليها تراب كده يعني. طبعا شلنا الحاجة ومسحناها، وهنشيل برضو الحاجات دي دلوقتي ونمسح تحت منها الحرف والبلورة، وبعد كده هنشيل المصحف ونمسح برضو تحت منه، عشان برضو ما يبقاش فيه تراب ولا فيه اي حاجة كده، بتبقى الحاجة تمام يعني وكويسة. طبعا بقى لو وصلتوا لحدينا في الفيديو مش عايزاكم تنسوا التعليق الجميل، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا خلصنا الكومودينو ده. بصوا لما شلنا الكراكيب اللي كانت عليه، هو ما كانش مكركب قوي، بس ازيز المية كانت عليه كتير، حطينا واحدة بس كفاية يعني. وهنشيل الباقي، وهنا حطينا بقية الحاجة بتاعته. وبنكمل بقى في الأوضة، هنمسح الكومودينو التاني ده، ما كانش عليه الا المصحف بس، هنشيله برضو وهنمسحه، ونمسح الكومودينو مع بعض. ويلا بقى كل واحدة بتتفرج عليا وكسلانة ومش قادرة تقوم تعمل حاجة، يمكن لما تشوف الفيديو بتاعي تقوم وتتحمس وتشوف وراها اي حاجة وتعملها. انا صدقوني ببقى برضو من الناس اللي ببقى قاعدة مكسلة وكده، بس لما بحس بقى ان قدامي حاجة وقدامي هدف عايزة اوصله وكده، بتلاقوني بقى بقوم قايمة. حتى لو الحاجة مش محتاجة ان هي مثلا تتروق او كده، لا بقول يلا نقوم نروق ونعمل روتين مع بعض وكده يعني. هنا برضو بظبط الجنب ده، عشان برضو الحاجة ما كانتش متظبطة عليه، كان في فرشة شلتها احطها على التسريحة، والدباديب ما كانتش مظبوطة بظبطها. بصوا هنا الشكل يعني اختلف شوية لما ظبطنا المكان ده. وهنشيل طبعا الشنطة اللي هناك دي والهدوم اللي عليها، هنوضب الجنب ده خالص. هتشوفوا الجنب ده دلوقتي مش هيبقى فيه كركبة خالص يعني. بصوا في الاول كان مكركب وكده، بس دلوقتي مش هيبقى مكركب خالص يعني، انتوا نفسكوا هتشوفوا المنظر يعني. هنا برضو كان في شنطة هدايا هنشيلها نحطها جنب الدولاب، عشان برضو فيها حاجات وكده. وبعديها بقى عشان نوصل للمرحلة الأخيرة بتاعتنا بتاعت كل مرة، اللي بنحس بقى ان احنا هنا خلصنا الروتين بتاعنا، ان احنا نجيب المقشة ونكنس بقى الأرض. وطبعا هشيل المشاية اللي في النص دي بس بعد ما اكنسها. وهنا بقى تبقى الأوضة خلصت ويبقى شكلها جميل وتبقى مريحة للأعصاب، بالذات لما الحاجة بتكون متكركبة وبعد كده بتتروق تبقى حلوة قوي. هنا طبعا بكنس زي ما عرفتكم قبل كده، السجادة اللي هنا انا مش بعرف اشيلها، عشان بس الكنبة اللي هي تبع اوضة النوم دي محطوطة عليها، يعني مش بعرف ان انا اشيلها على طول يعني. وهي الركن ده نضيف يعني، عشان برضه يعني ما فيش حد بيكركبه او كده، بس بيتكنس بيبقى نضيف على طول. حتى والله الحتة اللي انا شلتها اللي هي المشاية دي كان برضو مكانها، لو تلاحظوا ما فيش وسخة كتير في الارض، بس قلت زيادة نظافة يعني ان انا اشيلها، عشان لو في اي فتافيت اي وسخة تحت منها تتكنس يعني. وهنا طبعا بكنس برضو الجنب ده. هو انتوا برضو لو تلاحظوا ان الأوضة يعني حتى الأرضية بتاعتها مش وسخة قوي، بس النظافة برضو مش عيب، بالعكس ان انا يعني لما انضف المكان كمان وكمان بيبقى حلو، لان عشان برضو لما تيجي تعملي روتين عميق ما تلاقيش ان المكان وسخ او في كركبة كتير او كده يعني. لما تروق اول باول وتشيلي مثلا حاجة مركونة هنا حاجة مركونة هنا، بتبقى احسن ان انت مرة واحدة لما بتيجي تروقي مرة واحدة بتلاقي فيه كراكيب كتير. فالترويق اليومي ده يعني بيسهل عليكي لما تيجي بقى تعملي روتين عميق او ترويقة عميقة للمكان، بيبقى مسهل عليك ان انت مثلا كل يوم كنت بتشيلي حاجة، كل يوم كنت مثلا بتكنسي حتة كل كده، فبيبقى مسهل عليكي ان انت ما تلاقيش كركبة كتير في المكان اللي انت بتروقيه. هنا طبعا برضو فضينا الباسكت، هنفرش بقى المشاية هنا. والله الأوضة بقت جميلة قوي قوي لما اتنضفت. وطبعا بقى مش عايزاكم تنسوني في اللايك الجميل بتاعكم والكومنتات الحلوة، عشان انا فعلا بتشرف بيكم. هنا بقى رشة المعطر الجميلة اللي بتخلي ريحة الأوضة متعطرة طول اليوم. بس وهنا يبقى الفيديو بتاعنا خلص، سيبكم بقى تكملوا الآخر
ولو عجبتكم الأوضة حابة كلكم ان انتوا تقولولي الأوضة يمولولي في الآخر بقت شكلها حلو قوي. هستنى تعليقاتكم الجميلة، وباي باي يا حبايب قلبي.